زي ما اتعودنا كل فترة بنخرج عن النمط العادي في الحاجات الطبية وبنحكي حكاية من حكاوي العيادة. النهاردة هحكي لكم قصة شاب، دي من أغرب القصص ممكن حصلة معايا من حوالي 10-15 سنة، بس مأثرة فيا لحد دلوقتي جدا مش قادر انساها. الشاب ده كان عمره تقريبا 30 سنة، بعتولي أحد أصدقائي قال لي هبعت لك ابن خالتي، وجالي عنده قدم سكري، هو عنده ضغط، سكر، قلب، رجله قد كده ورمة. اديته علاج، قلت له ده التهاب خلوي، وخد العلاج ورجله هدت واتحسنت. بعد أسبوع رجله ورمت تاني جدا، مش عارف نعمل اشعه، لقينا ابره نيبر كبيره قد كده. الاجيال الجديده مش تفهم يعني ايه ابره نيبر، دي الابره بتاعه التنجيد بتاعه زمان بتاعه المراتب، عشان هو عنده قدم سكري مش حاسس برجله، دخلت جوه العظمه واتقطمت. قلت خلاص احنا كده عرفنا السبب، دخلنا عمليات، شلنا الابره وطلعنا، الحمد لله الرجل اتحسنت جدا، جرح قفل. بعد كده جاي العياده، الصبع الصغير في رجله فيه غرغرينه، مش عارف. طب ما احنا شلنا السبب فيه ايه؟ رحنا عملنا بتر بنج موضعي في العياده، الجرح قرب يقفل تماما والحمد لله. يقوم الصبع اللي جنبه يضرب غرغرينه تاني، انا مش عارف. عملنا بتر للصبع اللي جنبي والجرح يتحسن ويفضل ماشي كويس جدا لحد ما يقرب يقفل، فاضل 10%، الصبع اللي جنبي ضرب غرغرينه. انا واقف عاجز مش عارف اعمل حاجه. جروح قدم السكري يا اما الرجل بتضرب والمريض ما يتحسنش ونعمل له بتر فوق الركبه او تحت الركبه على حسب حالته، يا اما بيصحى وبيقعد فتره، يقعد 3 4 5 سنين 6 سنين ويرجع لنا تاني. المريض ده لا راضي يصحى ولا راضي يعمل بتر، واقف عاجز فعلا. انا ما بصحيش حد. المريض بيقول لي يا دكتور انت صحيتني، اقول له انا ما بصحيش حد، واذا مرضت فهو يشفينا، ربنا اللي بيصحي. علق قلبك بربنا واحد عز وجل. الدكتور ده زيه زيك بيعيا وبيموت ويحصل له كل حاجه، ولكن ربنا ادانا شويه علم بيسخرنا بيه. المريض ده فضل لحد ما قطعنا صوبع، حصل غرغرينه في بطن الرجل، دخلناه عمليات مره واثنين وننظف. قعدنا في الموضوع ده يا جماعه بنتكلم في قرابه سنه ونص، لحد ما الغرغرينه ضربت لحد فوق عند الركبه، ودخلناه وننظفه. كل مره زي ما بحكي لكم الحاله تتحسن، قرب ما تقفل تضرب تاني. هو سابني وراح لدكتور تاني، وعرفت من قريبه ان الدكتور ده عمل له بتر مش فوق الركبه ولا تحت الركبه، عمل له بتر من المفصل من فوق. كانت حاجه صعبه، دي من اصعب العمليات، ان رجلي اتشالت كلها. فلقيت قريب بيقول لي انا والدتي اللي هي تبقى خاله المريض، ما هو ده ابن خالته، راحت له وتزوره تقول له يا فلان مش دي رجلك اللي شط بيها تربه امك يوم جنازتها؟ وقلت لها غوري ما شفناش منك يوم كويس. انا صدمت، قلت انا لله وانا اليه راجعون. عرفت ليه السبب يا جماعه. في حاجه تانية خفيه بره الطب، بره الشرايين والاوعيه والعلاجات والمنشطات. ده ولد شاط تربه مامته يوم جنازتها قدام الناس على رؤوس الاشهاد، فلازم ربنا يبتليه. ما قطعوش رجله مره واحده، ده قطعها له على مدار سنه ونص سنتين، وحته حته، وابى الله الا ان هو يقطعها له من لغلغها من فوق خالص. فالشفا ده في جزء من المريض وفي جزء من الدكتور. اتعلمت ساعتها ضعفي، ان انا عاجز، ان انا ما اعرفش اعمل حاجه، قد ما ان ربنا عز وجل هو اللي يوفقني. اتعلمت من القصه دي عبر كتيره جدا جدا جدا. ربنا يعلمنا كلنا وينفعنا، ويرزقنا كلنا بر ابائنا وبر امهاتنا، ويرزقنا حسن التوكل عليه.